السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه تصوير المصري. معاكم احمد فتحي. حلقه جديده عملي من الحلقات اللي انتم بتحبوها، وعن الاضاءه برضو. بس قبل ما نبتدي نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب الاول. حلقتنا النهارده عن الفرق بين البارابوليك والشمسيه. طبعا هي حلقه خفيفه وسريعه، مش ما فيهاش حاجات كتير، بس هنا عشان في ناس بتفتكر ان الشمسيه موديفاير وكويس وكل حاجه، بس سعرها رخيص شويه. فممكن ناس تجري على الشمسيه يقول لك يا عم البارابوليك غالي، ده معدي ال 1000 جنيه ملوش لازمه. او الاوكتا نفس الكلام. طبعا حاليا مش معايا الاوكتا ان انا اقارن بينها وبين البارابوليك، بس الفرق بينهم مش كبير قوي. فعامه هنعمل حلقه النهارده ازاي نقارن بين البارابوليك وبين الشمسيه عملي، وحلقه بسيطه وسريعه كده خفيفه على قلبكم عشان نشوف الفرق بين الاثنين. يلا بينا. هنبدا اول حاجه بالبارابوليك اللي هو 90 سم من جيمبي على الهيد 400 برو. اعداداتنا ايه؟ اعداداتنا ايزو 400 فتحه اف 2.8 شوتر 1 على 100، وبستعمل اقل باور في الهيد. هناخد صوره بالبارابوليك ونشوفها عامله ازاي. دي صوره اتزرق دلوقتي، صوره بالبارابوليك 90 سم عليه الجريد بتاعه اللي هو الحاجات الاسود المخطط ده اسمه جريد عشان نخلي الاضاءه ما تنتشرش في المكان، تبقى موجهه على الشخص زي ما قلنا باقل باور وكل حاجه نفس الاعدادات. دلوقتي هشيل البارابوليك وهركب مكانها الشمسيه على نفس كل حاجه، انا مش هغير اي حاجه. نشوف النتيجه عامله ازاي. فصل شحن للاسف. للاسف الهيد فصل شحن، وحطيت مكانه الفلاش والشمسيه. طبعا زي ما شفتوا الشمسيه وقعت دلوقتي، الحمد لله الشمسيه اتكسر منها حته، الحمد لله يعني بسيطه. فركبنا الفلاش على الشمسيه وعملنا. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. طب حاول ننجز عشان نخلص الحلقه دي بالحاجه قبل ما العده تبوظ، عشان انا مش عارف في حد باصص لنا في الحلقه دي. حاولت اخلي باور الفلاش قريب من باور الهيد، يعني الهيد كان على اقل باور، حاولت اخلي باور الفلاش قريب منه، فخليت الفلاش على النص عشان يضاهي نفس القوه. ناخد صوره نشوف الفرق بينها وبين البارابوليك. هظهر لكم الصورتين دلوقتي. انا خدت صوره بنفس الاعدادات وصوره باعدادات ثانيه، او ضيقت فتحه شويه عشان الشمسيه لوحدها عامله اضاءه هرش. فالفرق بين البارابوليك والشمسيه ان البارابوليك جواه طبقه عازله من القماش، وفي طبقه ثانيه بره اللي هي الطبقه البيضاء، وفي الجريد اللي بيحدد الاضاءه على الشخص. عشان كده البارابوليك بينعم او بيعدي الاضاءه بكذا مرحله من النعومه. يعني دلوقتي انا مشغل الفلاش، فالفلاش ايا كان هيبقى برضو اقل من قوه الهيد. بالك انت بقى للفلاش مع الشمسيه عامل ازاي. في حلقه عملناها واستعملنا فيها الشمسيه كفيل لايت، بنستعملها كفيل لايت مع اضاءه ضعيفه، هتنور وتنعم برضو الضوء كويس، مفيش مشكله. وانا شخصيا في تصوير المنتجات بستعملها في حاجات كتير، بس كاساسي ما بعتمدش عليها اعتماد اساسي الا لو انا عايز انور مشهد كامل، مش عايز احدد اضاءه في مكان معين، وهقدر اتحكم في قوه الاضاءه واعداداتي مع بعض. مفيش مشكله ان انا هتحكم في قوه الاضاءه عادي. ومثلا بصور منتج، فانا عايز انور المنتج كله من كل الاتجاهات بشكل كويس. لو انا عايز اصور المنتج او الشخص وانور جزء معين، انور الشخص بس ما انورش المكان كله، ما بفكرش ان انا استعمل شمسيه. فمش معنى ان الشمسيه رخيصه انك تشتري شمسيه، ومش معنى البارابوليك غالي انك تبعد عنه عشان هو غالي، او الاوكتا غالي تبعد عنها ان هي غاليه. لا، الاوكتا او البارابوليك تعملهم اكتر في تصوير السيشنات والاشخاص والمنتجات عن الشمسيه. الشمسيه زي ما قلت لك استعملها لما تكون عايز تنور شيء كامل وتتحكم في الباور. يعني دلوقتي لو انا عايز انور عمر اضاءه كويسه بالشمسيه، اقلل باور الفلاش والاضاءه هتنتشر في كل حته، بعكس البارابوليك. فانا هلفت بجد لما حاجه تقع تاني عشان الهواء. يا رب تكون استفدت معايا، ولو عندك اي سؤال في الكومنتات تحت الفيديو، ودي رقم الراجل الغلبان ده والله الشمسيه اتكسرت عشان خاطر الحلقه، يعني الحمد لله ان الفلاش ما اتكسرش. فدعواتك بس، مش عايز منك اي حاجه، وسلام.